النهارده احنا جايين نكمل على الحلقة اللي فاتت في تصميم المجلات بتاعتنا. ده هيبقى الجزء الثاني في تصميم المجلة العربية. اهلا بيكم في حلقة جديدة من قناة فات جرافيكس. امير هوست عز حجاج، ويلا بينا. الفيديو اللي فات كنا عملنا الكفر بتاعنا، عملنا الجريد بتاعتنا، وقررنا على الفونتات اللي هنستخدمها، وقلنا ليه اخترنا الفونتات ديت مع بعض. النهارده بقى هنبدأ في التصميم الداخلي. اول حاجه هتيجي تعملها في التصميم الداخلي بتاع المجله بتبقى اعلان. الاعلان ده في العادي بيبقى في المجلات او في التيم بتاع مثلا مجله شبه فوج اللي هيقعد يصمم المجله، بيبقى الاعلان جاي لهم من الجهه صاحبه الاعلان. يعني مثلا براند شبه باتيك فيليب عايز يعمل اعلان للساعه بتاعته، بيبقوا هم اوريدي عاملين الاعلان ومصممينه وبيبعتوه للمجله، بيتحط على طول والمجله بتصدمه. في العادي الصفحة اللي بتبقى في اللي هي بطن الكفر، يعني الكفر ده أول صفحة قدام وانت قافل المجلة، لما بتفتح المجلة أول صفحة على اليمين اللي هي بطن الكفر بتبقى إعلان. تمام. كنت وضحت في أول فيديو إن الإعلانات إحنا مش مصممينها، هو في 5 صفح بالظبط، 2 سبريدز وصفحة انديفيدجوال اللي هي هنا ديت هم الإعلانات، والإعلانات ديت بتجيبها على طول جاهزة. ببساطة لو دخلت على جوجل وكتبت ماجازين ادز هتلاقي ان طلع لك حاجات كتيرة جدا، تقدر تختار منهم حاجة مناسبة للمجلة بتاعتك. زي ما عملنا قبل كده هنخش على ادفانسد سيرش ونتأكد ان الكواليتي بتاعتنا هنا مناسبة للمقاس اللي احنا عايزينه اللي هو 2 ميجا بايتس. اوكي، وادفانسد سيرش كل ده اعلانات بكواليتي مناسبة. تقدر تختار اي اعلان فيهم عاجبك، المهم حاول ان هو يبقى ريليتابل للاودينس اللي بيقرا المجلة بتاعتك. يعني مثلا احنا مجلة فاشن، فغالبا هنختار حاجة ليها علاقة بالفاشن. ممكن برضو تبقى حاجة ليها علاقة بالهيلث بتاعتك، الناس اللي بتهتم بالفاشن بتاعها واللبس بتاعها في العادي بيبقوا مهتمين برضو بصحتهم. ممكن حاجة ليها علاقة بالسكين، حاجات مثلا ميك اب، حاجات ليها علاقة بالتريننج، الرياضة، التمارين. زي ما قلنا المهم انها تبقى حاجة ريليتابل للكونتنت بتاعك. وانا كنت لقيت الاعلان ده لريتشارد ميل لموديل الساعه بتاعتهم دي، وطبعا زي ما انتم شايفين جاي بالظبط على طول على المقاس بتاعنا مسنطرينه. طبعا تقدر تسيبه على كده على طول، خلاص هو الاعلان اوريدي جاهز، بس انا قررت ان احنا نظبط فيه شويه حاجات. جبت هنا اسم البراند، كتبته بطريقه عربيه عشان تبقى مناسبه اكتر مع شكل المجله بتاعتنا، وهديله الفونت بتاعنا هنا اللي هو نبراس باللون الابيض، الفونت الرئيسي بتاعنا فونت التايتل. هاجي اظهر الجريد، وهاجي هنا وهخليها ميديوم بدل لارج، تكبر شويه اكتر. هسنترها في نص الصفحه. طبعا زي ما انتم شايفين هو اصلا التصميم نفسه سنتر الايند، فاحنا هنمشي مع نفس الشكل بتاعه سنتر الاينمنت. فدلوقتي الجمله متسنتره في نص الصفحه بتاعتنا. نقدر نرفعها سنه بسيطه بس لفوق شبه كده، وكان تمام. لولا ان في مشكله واحده بس، هو ان السنتر الاينمنت برضو ليه حدود. كده بقى عندك 1 2 3 4 4 اوبجكتس في التصميم بتاعك سنتر الايند، وده خلى التصميم ستاتيك، تصميم ثابت، بقى تحس ان هو ممل شويه. تمام. وحاجه شبه كده بتاتش بسيطه جدا تقدر تظبطها. جبت هنا كلمه بسيطه زي كده عيار R.M34، ودي الحاجة الوحيدة اللي في الصفحة اللي مش هتبقى center aligned. نقدر نحطها في جزئية زي دي كده على الجريد بتاعتنا، نقفل ونبص. دي تاتش صغيرة جدا، لدرجة ممكن بعض الناس أصلا تبقى شايفينها كحاجة تافهة، لو أنت جبت الكلمتين كده وده هيظبط التصميم يعني. بس صدقوني حاجة زي كده بتحسن الثباتية بتاعت التصميم بتاعك، بيبقى ثابت أكتر وبيبقى انترستنج بشكل أكبر، إن مش كل حاجة جاية في خط واحد في النص كده ومقسومة. كده نبقى خلصنا صفحة الإعلان بتاعتنا في السريع. نقدر بقى دلوقتي ان احنا نخش على الجزئيه اللي هنبدا نصمم فيها ذات نفسها، التصميم الفعلي لللاي اوت الداخلي. هنبدا بالباك جراوند بتاعتنا. المجلات بيبقى في العادي الخلفيه بتاعتها والباك جراوند بتاعتها لونها ابيض بسبب رئيسي، واللي هو توفير الفلوس في الطباعه. تاني حاجه بسبب مشكله الريجستريشن. مشكله الريجستريشن هي حاجه بتحصل في الطباعه لما الالوان ما بتنزلش بالظبط فوق بعضيها،
فبتعمل حاجه شبه افكت متشوش شويه على الاطراف بتاعه التصميم بتاعك او الطبعه بتاعتك. والمشكله دي بتبدا تظهر اكتر لو كمان الباك جراوند بتاعتك المفروض تبقى واخده لون. بس احنا في التصميم بتاعنا هنحط لون. فاول حاجه نروح جايين دايسين كده بالريكتانجل تول ونحط بيج كده واخده الصفحه بتاعتنا الارت بورد كامل، ونيجي نديله لون لطيف هنا. نقدر نختار حاجه اسم الاصفر البرتقاني الدرجات اللي هنا كده دي، ونديلها لوك اوف وايت كده شويه. اللوك ده بيبقى لايق اكتر مع التصميمات الفينتج او الحاجات اللي تحسها كلاسي او راقيه شويه، بيليق معاهم جدا. فعشان كده قررت ان احنا نستخدمه هنا علشان زي ما تقول يجمع التصميم مع بعضه، يشد التصميم في بعضه اكتر، ويحسسك فعلا ان المود بتاع التصميم بتاعك مظبوط. واللون ده بقى اللون الاساسي بتاعنا وهنستخدمه معانا بعد كده في كل صفحه. نقدر نعمل له كوبي كده صفحه بالتانيه، او نقدر بنفس الطريقه نروح جايين واخدين كماند سي نمسحه، وكماند الت شيفت في نرجعه كده، وهنمسح بس الاثنين اللي نزلوا يعني. في نزل في كل التصاميم كل الارت بورد بتاعتك زي كده. اول حاجه اعملها في الصفحه دي ان انا هختار صوره احطها. فدي هنا الصوره اللي انا مختارها، طبعا زي ما انتم شايفين من الالوان والستايل بتاعها لايق مع الستايل اللي المجله بتاعتنا مستهدفاه. ودي الحاجه الاساسيه اللي هتبقى تبص فيها في اي صوره انت بتحاول تختارها. نمبر 1 انها تبقى لايقه مع الستايل اللي محطوط في دماغك اوريدي للتصميم بتاعك او البروجكت بتاعك. ونمبر 2 طبعا الجماليه بتاعتها ذات نفسها، الصوره ممكن تليق على الستايل بس ما تبقاش حلوه. ورقم 3 ان الصوره تبقى اكشلي تقدر تستخدمها في التصميم بتاعك ويبقى شكلها واستخدامها مظبوط، يعني مش اي صوره حلوه وخلاص هتحطها في اي مكان هتطلع كويسه. فهنجيب الصوره دي هنا وهنظبطها على انها تبقى على الجريد. زي ما انتم شايفين احنا عندنا النهايه بتاعتها هنا والبدايه بتاعتها هنا. هنظبط الصوره انها تبقى جايه على الجريد. هعوز بقى الصوره دلوقتي تبقى مظبوطه على 3 روز من الجريد بتاعتنا، مش مكمله في الصفحه كلها، فاروح جاي عامل مربع فيها زي كده على المساحه اللي انا عايزها. وعن طريق ان انا امسك الصوره والمربع اللي انا رسمته ده وادوس كماند 7 او كنترول 7 هيعمل كليبنج ماسك. همسك بقى الصوره بدبل كليك عشان عايز احركها جوه الماسك بتاعي، وهعملها حاجه بالشكل ده كده. ودلوقتي في المساحه بتاعتنا اللي هنا دي، هي دي المساحه اللي هنبدا نكتب فيها الكونتنت ذات نفسه. فمعانا هنا شويه تكست انا جايبه هنستخدمه علشان نحدد شكل الكونتنت بتاعتنا، البيج بتاعته تبقى ماشيه ازاي. فانا قسمت الكونتنت بتاعي ان هو هيبقى فيه 3 انواع من اللاينات. اللاين الرئيسي اللي بيقسم سيكشن كامل من المجله، السيكشن مثلا بيتكلم عن السيكشن الجمال، سيكشن الستايل، سيكشن البرفيومز، سيكشن الميك اب وغيره بقى. تمام. فكل سيكشن جواه تحت جزئيه بيتكلم فيها. مثلا الجزئيه هنا رحله في عالم الفينتج، ماشي، وتحت كل جزئيه نبذه عنها بسيطه زي كده. طبعا اول حاجه هتتعكس في النقطه ديت هو الاحجام بتاعت كل لاين. كل ما الموضوع يبقى اكبر او شامل اكتر كل ما حجم اللاين او التكست بتاعه بيزيد. فمثلا زي ما انتم شايفين هنا كلمه الجمال اللي هي التايتل الرئيسي للسيكشن الكامل 18 بوينت. كلمه رحله في عالم الفينتج 12 بوينت، والموضوع اللي تحتهم 8 بوينت. جميل جدا. هناخد بقى شويه التكست الحلوين دول ونديلهم الفونت اللي احنا مستخدمينه، فونت البراند الرئيسي للمجله بتاعتنا واللي هو نبراس. اني واحد فيهم هناخد طبعا العادي، مش عايزين المضغوط ده، وهنديه ريجولر كده بشكل اساسي. هنسيب الجمال زي ما هي على ريجولر. هنيجي في رحله عالم الفينتج ودي هنخليها ممكن سن. وبالنسبه بقى للتكست الرئيسي اللي تحت ده هنخليه كايرو. جميل جدا. هنا بقى لازم نذكر حاجه، طبعا ليه استخدمنا كايرو هنا. كايرو الهدف الرئيسي بتاعه لما جيت استخدمه ان هو هيبقى التكست بتاع المستخدم في البادي اوف تكست. تمام. عندك التايتلز بتاعتك والهيدنجز والكلام الجميل ده كله، وفي تحتهم التكست الاساسي، الموضوع الاساسي اللي هيقعد الكاتب يقراه. في العادي هتلاقي نفسك محتاج تستخدم فيه فونت مختلف ويبقى ابسط وحاجه تقدر تقراها بسهوله. فكده هنا بقى معانا الترتيبه بتاعتنا، عرفنا التايتلز عامله ازاي، السب تايتلز عامله ازاي، والتكست اللي تحتهم عامل ازاي. هاجي برضو هنعمل اضافه لطيفه
وهي إن إحنا هنحط الرقم بتاع كل موضوع. فرحلة في عالم الفينتج ديت في صفحة رقم كام؟ صفحة رقم 12 مثلا. فهنروح جايين كاتبينها وحاطينها جنبها هنا. نتأكد بس إنها على نفس البيس لاين. البيس لاين في العربي بيبقى موجود هنا كده. نتأكد إن ال 12 جاية على نفس البيس لاين بتاعك بالشكل ده كده. وبنفس الشكل اللي احنا عملناه ده كده هنروح جايين مكملين بقية الكونتنت بتاعنا. زي ما انتم شايفين بقت نازلة. طبعا كل الكلام اللي مكتوب هنا ده كلام بتجيبه كوبي من أي موقع لو انت عايزه كلام مقروء. تخلي تشات جي بي تي يكتبه لك عادي جدا. تقدر تستخدم لوريم ابسوم اللي هو اي كلام وخلاص مش مقروء اصلا. في التصميمات اللي زي كده لو تحطها في البورتفوليو بتاعك محدش بيركز في القراءة، ودي حاجة متعارف عليها في المجال بتاعنا. مش لازم الكلام بتاعك يبقى مقروء لو هو تصميم تيست او اختبار او تجربة زي كده. زي ما انتم شايفين كملنا تحت بنفس الطريقة. على طول عندك هنا اللاين التايتل اللي موجود، رقم الصفحة جنبه، ونبذة عن الجزئية اللي تحتها. ده بنبراس وده بكايرو والرقم بكايرو. نفس الكلام مكمل في الصفوف اللي موجودة كلها. وهي كده تبقى صفحة المحتوى بتاعتنا خلصت، بس لسه محتاجة شوية تظبيطات. أول حاجة مفيش صفحة محتوى ما بيبقاش مكتوب فيها إنها صفحة المحتوى. فده الحل البسيط بتاعها إن إحنا نروح جايين كاتبين المحتوى بالشكل ده كده. فتبقى صفحة معانا بالشكل ده كده. زي ما انتم شايفين كلمة المحتوى في الحقيقة خرجت بره الجريد بتاعتنا من هنا كده. بس دي نقطة كنا نتكلم فيها دلوقتي، إن بعض العناصر بيبقى عادي لو خرجت بره الجريد. لو عنصر مثلا زي تايتل مكتوب بطريقة معينة صغيرة، عنصر شبه تاج مكتوب بطريقة معينة ثابتة في كل صفحة، عنصر شبه البيج نمبرز بتاعتك الترقيم بتاع الصفحات، الحاجات ديت بتبقى الطبيعي بتاعها إنها بره الجريد بتاعتك أو بره المارجن. في الجزئية الفاضية هنا كده بيتحط الكلام ده كله. بعد كده بقى معانا الترقيم بتاعنا. الترقيم بتاعنا تبقى حاجة بالشكل ده. أول نقطة معانا هو الرقم، تاني حاجة اسم المجلة، وتالت حاجة الموسم اللي المجلة أو العدد ده نزل فيه. في مجلات بتبقى شهرية، في مجلات بتبقى موسمية. المجلة بتاعتنا لو موسمية لازم طبعا نكتب إن هي نزلت في صيف 2023. هو ما نزلش غير 4 مجلات في 2023: الشتوي والصيفي والخريفي والربيع. فكتبنا هنا الموسم بتاعها والسنة، الاسم المجلة، وأخيرا رقم الصفحة بتاعتنا دي صفحة رقم 3. وزي ما قلنا حاجة شبه البيج نمبر بيتساب تحت عادي، بس في قاعدة واحدة بسيطة إن هو يبقى معمول له alignment على الطرف بتاع الجريد. يعني الجريد بدأ من هنا كده، فناخد البيج نمبر وننزل بيه على نفس السوا بتاعها، نقدر نسيبه على مسافة زي كده مثلا من الجريد بتاعتنا. واخر حاجه هعملها هستخدمها بعد كده في المجله معايا، وهي الموقع بتاع المجله بتاعتنا. كاتبه بطريقه بسيطه زي كده. الفونت اللي انا استخدمته هنا فونت رفيع ورقيق او كلاسي اسمه دايدوت. تمام. كان ممكن نستخدم الفونت بتاعنا الاساسي اللي هو نبراس، لان كده كده الاتنين مع بعض فونتات سيرف. بس فونت دايدوت فونت بسيط اكتر ومريح اكتر على العين في المقاس الصغير اللي احنا هنديهوله دلوقتي. فدي هنحطها فين بقى؟ هنقلبها كده، نعمل لها روتيت 90 degrees، ودي هنيجي ونحطها في جزئية شبه هنا كده. بس هنقربها لجوه شوية علشان لما الصفحة دي بتطبع وبتتدبس الجزئية اللي هنا دي بيتاكل منها سنة بسيطة. فهنحتاج ان احنا نقربها لناحية الصفحة من جوه شوية. مثلا هنقول حاجة شبه كده. لما تيجي تبص على الصفحة بتاعتك في الآخر View Presentation Mode هتلاقيها حاجة بالشكل ده كده. في نقطة واحدة حابب ان انا اعملها، وهي ان انا هكرر اسم المجلة كمان مرة في الصفحة الداخلية بتاعتنا. احنا كنا حاطين اسم المجلة هنا، هجيب منه كوبي كده، فهاجي هنا
وهديلها لون كده من السنس بتاعنا، الالوان المكتومه بتاعتنا الستايل الفينتجي، حاجه من الحاجات اللي هنا دي كده. اي درجه من دول هتنفعنا عادي جدا يعني. وهاجي واروح جاي لفه هو كمان كده، طلعه هنا، وهاجي واروح جاي مكبرها ونخرجها، نقطع منها جزئيه بره الصفحه. دي حاجه بسيطه بس هتضيف لنا مظهر جمالي معانا شويه. عايز بقى اقصها، فاروح جاي اعمل لها كليبنج ماسك على الماس بتاعنا، 21 سنتي في 29.7 سنتي. ده انا عايزه يتسنتر معانا هنا. وجاي ماسك الاتنين دول وكماند 7 بالشكل ده كده، واجي على ده واروح جاي مقلل الاوباسيتي بتاعته شويه بسيطه زي كده، نخليها مثلا 50% 40%. وطبعا بقى عايزين ايه، نثبتها ونثبت الخلفيه، وناخد كل الاوبجكتس بتاعتنا وكل العناصر بتاعتنا اللي في التصميم، ونروح جايين كماند شيفت والرايت براكت اللي هو القوس اليمين علشان نرفع كل حاجه لفوق. نقدر نبص، لسه حاسس ان هي غامقه شويه، مأثره على الكتابه بتاعتنا، فهاجي امسكها كده وهقلل الاوباسيتي بتاعتها مثلا نقول 25% احسن. 25%. هنيجي نبص بعد كده من فيو برزنتيشن مود، شوف معانا المجله الصفحه الاولى بالشكل ده كده. نيجي بقى هنا في الصفحه اللي بعدها ونبدا نعمل التصميم الجديد. اللاي اوت بتاعي انا بحب ابداه حوالين الصوره، يعني احط الصوره الاول اللي انا ناوي استخدمها، بعد كده ابدا ابني التكست بتاعي حواليه. ده نفس الكلام اللي عملناه في الصفحه اللي فاتت بتاعت الكونتنت، ونفس الكلام اللي عملناه في الصفحه بتاعت الغلاف بتاعتنا. الصوره اللي انا جايبها معايا هي الصوره دي، زي ما انتم شايفين اوريدي مقصوصه على شكل الجريد بتاعتنا، بقت واخده 4 كولمز و4 روز زي ما انتم شايفين كده. وهبدا بقى ان انا ابني المحتوى بتاعي حواليها. اول حاجه قبل ما ابني المحتوى بتاعي اللي جوه، في بعض الحاجات اللي هتبقى ثابته معانا في كل صفحه، منهم الرقم بتاع الصفحه بتاعنا والجزئيه بتاعه الويب سايت دي. فهنيجي ناخدهم ونروح جايين عاملين كمان سي ونحطها في الصفحه معانا هنا برضو. دي نقطه مثلا من النقط اللي كانت هتريحك لو انت بتستخدم ان ديزاين، ان انت مش محتاج تحط رقم الصفحه بتاعتك في كل صفحه مخصوص، انت بتحطه في الماستر بيج بتاعتك وبيطلع لك في كل صفحه. وكمان الرقم بيتغير من نفسه على اساس الصفحه بتاعتك، يعني لو دخلت على صفحه رقم 5 مثلا هتلاقي تلقائي مكتوب فيها رقم 5. دي مثلا صفحه رقم 4 وهنحتاج ان احنا نجيب نفسنا ونروح جايين معدلين وشايلين الرقم ونخليه رقم 4. طيب تمام، بالنسبه لده هنعمل فيه ايه؟ ده انا ما خدتوش كوبي معايا لان ناوي ان مكانه يتغير في كل صفحه، وفي بعض الصفح انا مش هحطه اصلا على حسب الصفحه. حاجه الوحيده اللي هحتاج ان انا اركز معاها هو ان المسافه ما بينه وما بين المارجن بتاعي او الطرف بتاع الجريد بتاعتي متساوي في كل حته. فمثلا دي المسافه هنا، راح جاي واخدها كده، ولما اجي انقل ده للصفحه اللي بعدها اتاكد ان نفس المسافه ثابته ما بينه وما بين المارجن بتاعي او ما بين طرف الجريد بتاعي زي كده. وهركز برضو ان هم ما يبقوش جايين قصاد بعض بالشكل ده. طبعا دي صفحه ودي ظهرها، فمش هيبقوا طالعين بالشكل ده جنب بعض كده، بالعكس الصفحتين دول هم هيبقوا سبريد كده جنب بعض. جميل. وبعد كده الصفحتين دول هيبقوا هنا كده جنب بعض. بس انا هحب ان انا اغير مكان دي، ممكن ان انا ارفعها لفوق اكتر شويه مثلا هنا كده ولا حاجه. وبالنسبه للرقم بتاع الصفحه تحت، تقدر تثبته في حته واحده سواء على اليمين او على الشمال، او تقدر تخلي مكانه متغير على حسب الصفحه بتاعتك على اليمين ولا على الشمال. فمثلا لو هتثبته في حته واحده في كل الصفحات موجود على اليمين او على الشمال هنا، بس لو هتخلي مكانه بيتغير بناء على الصفحه، فممكن تخلي في الصفحه اليمين زي البيج دي البيج اليمين ودي البيج الشمال اللي هم كسبريد مع بعض، تخليه موجود جوه الصفحه على الطرف الشمال، وفي الصفحه اللي جنبها ده موجود هنا كده على الطرف اليمين من الصفحه، بحيث ان كل ما تفتح الصفحتين او التو سبريدز تلاقي الرقمين مكتوبين تحت بالشكل ده كده. وتقدر برضو انك تخليه بالعكس على الطرف التاني، يعني ده هو اللي هيرجع مكانه كده، والصفحه الشمال على طول يبقى موجود فيها الرقم من الناحيه اللي بره زي كده.
نبدأ بقى بإن إحنا نحط التكست بتاعنا. أول حاجة الموضوع الأساسي بتاعي هيبقى موجود تحت هنا عشان يبقى معايا مساحة إن أنا أكتب فيها كويس، وهنا ديّة هتبقى الheadline وهيبقى مقدمة بسيطة عن الموضوع. فأول حاجة المقدمة البسيطة عن الموضوع دي هتتحط هنا كده بالشكل ده. أول حاجة عندنا vintage accessories اللي فوق دي عملتها بالfont اللي هو ضيدات اللي إحنا كنا اخترناه من شوية علشان نكتب الline بتاع الويب سايت. وبعد كده حطيت التكست المقدمة بتاعي أفضل accessories بنكهة من الماضي القديم وهكذا. واستخدمت الفونت بتاعي اللي هو كايرو، والفونت التاني اللي انا استخدمته هو نبراس بتاعنا علشان اعمل هايلايت على بعض الكلمات المهمه. طبعا تقدر تغير الفونت بس تقدر تغير الفونت وتغير اللون معاه لو ده هيعمل لها هايلايت اكتر. وممكن انت اصلا مش عايز الهايلايت بتاعك يبقى مثير للانتباه بشكل كبير، فبالنسبه لك مجرد تغيير الفونت او الحجم او السمك حاجه بسيطه، ومش عايز تغير اللون قوي عشان ما تبقاش واضحه قوي. وهنيجي بقى نحط التكست بتاعنا اللي احنا هنستخدمه للتايتل الرئيسي بتاعنا تحت. هي زي ما انتم شايفين هنا بالفونت بتاعنا اللي هو دايدات ميك روم. تصميم عمليه ومريحه لا يرجو الزمن على مسها. واحضر لكم اللي هو اسم الشخص اللي كتب الجزئيه دي، لان طبعا لازم تعمل له اتريبيوت في حاجه شبه كده او تدي له كريدت ده اتكتب بواسطه مين او مين عمل الكريتيك المقاله دي او الجزئيه دي. فالجزئيه بتاعت ميك روم دي انا عايز العب فيها شويه. فمثلا ممكن حاجه شبه ان انا ادي دي كابيتال ليترز كامله، وكلمه ميك هخليها بايتاليك بدل ريجولر. فهيبقى معاك حاجه كده انترستنج اكتر شويه بالشكل ده. طبعا هنحتاج ان احنا نبعدها شويه عن الطرف الصوره من هناك عشان كانت معديه ولامسه الصوره دي. ونقدر بقى اللاينين دول كده نسحبهم برضه على اليمين عشان يبقوا جايين على الجريد. دي هنرفعها لفوق شويه عشان تبقى برضه جايه على الجريد، ودي برضه نايمه على الجريد اهو. وتبقى خلصت الجزئيه دي. بالنسبه لهنا فده انا هرفعه كده عشان يبقى aligned مع التكست بتاعي هنا كده. لا خليه يكسرها شويه. وبنفس الطريقه اللي احنا عملنا بيها التكست هنا بنفس الكولومز والشكل ده كده، هنروح جايين حاطين تكست كمان بليس هولدر او ايا يكن في الاماكن اللي هنا دي. في التصميمات اللي زي كده بتعمل حاجه اسمها عمود كتابي. العمود الكتابي ده اللي هو كام خليه من دول بيتدمجوا مع بعض عشان تحط فيهم التكست بتاعك. فانا هعمل 3 عواميد كتابيه. هعمل العمود ده كده، ادي عمود نمبر 1، وجنبه عمود نمبر 2، وعمود نمبر 3. فالمجلة بتاعتنا بقت معتمدة على 3 عواميد، فهتلاقي على طول معظم الكتل الكتابية العرض بتاعها 2 سيلز كده أو خليتين زي كده بالعرض. وطبعا الارتفاع بتاعها بقى زي ما انت حابب، ممكن يبقى 2 زي ما احنا عاملين، ممكن يبقى 4، ممكن يبقى 3. دي حاجة عادية، بس المهم ان انت حددت الويدث او العرض بتاع العمود بتاعك اللي هو 3 زي كده. وبعد ما مسحت المربعات بتاعتنا دي هروح جاي على طول حاطط التكست اللي احنا عاملينه. زي ما قلنا التكست ده انت تقدر تجيبه من اي حته، من موقع تشات جي بي تي، في اصلا تكست جنريتورز الحاجات زي كده. لو تقول له طلع لي تكست اقدر اخده كوبي بيست واروح جاي مطلعه لك وتقدر تعمل بيه اللي انت عايزه. فكده تبقى تصميم الصفحه الثانيه بتاعتنا خلصت. نقدر نيجي نبص عليها في البرزنتيشن مود، نلاقيها معانا حاجه بالشكل ده. بس في هنا مشكله انا خدت بالي منها. في هنا مسافه فاضيه، سطر فاضي عن العمودين اللي جنبها. يعني هنا زي ما انتم شايفين نايمين على الجريد من فوق، بس هنا لا. العنوان التايتل ده غالبا كان المفروض ان هو يبقى هنا في التكست، فهنروح جايين دايسين سبيس مره واحده علشان يطلع لهنا بالشكل ده كده. اوكي دلوقتي بقى نخش على الصفحه اللي بعدها، ودي هنعملها اعلان، بس المره دي مش اعلان لبراند تانية، لا اعلان للبراند بتاعتنا ذات نفسها، مجله فينتجي. في العادي حاجات شبه كده ساعات بيبقى عندهم لاينات خاصه بيهم ذات نفسهم للمنتجات بتاعتهم، فممكن يحبوا يعملوا اعلان لحاجه شبه كده. فاول حاجه انا عملتها امسح بس الخلفيه بتاعتنا دي، وجبت الصوره دي اللي هنستخدمها كاعلان لبرودكتس بانتاج فينتجي ذات نفسهم. نفس الحاجات الاساسيه اللي بتتكرر معانا، الرقم بتاع الصفحه، ومعانا هنا الويب سايت. ماشي، وده كمان الويب سايت اكتر حاجه اساسيه تحط فيها هنا في الاعلان، لان معظم الناس تحب تشتري حاجه زي كده تطلبها من على الويب سايت بتاعك.
والتغيير الاساسي اللي انا هعمله ان انا هدي لدي لون من الالوان اللي موجوده في التصميم هنا، مش هسيبها باللون الاسود زي كده. فممكن مثلا درجه من البني البرتقاني، الدرجه الجميله اللي هي الامبر، اللي هي درجه الامبر او الكراميلايز ديت شويه. وبعد كده هاجي فوق هنا واروح جاي حاطط التايتل بتاعي اللي هو الجمله الرئيسيه للاعلان: ملابس الفصل من فينتجي. جميل جدا. طبعا مدينا نفس اللون اللي انا مديه للويب سايت بتاعنا هنا، اللون اللي واخده من الراكت بتاع الهدوم ده. واخر حاجه هتحتاج تعملها هو انك تحط الفوتو كريدت للشخص اللي مصور الصوره دي. لو الشخص ده ما كانش شغال في المجله بيبقى مطلوب في العادي ان هو يتحط له كريدت، ما عدا لو كان في اتفاق غير كده. وغير الكريدت بقى اهم نقطه هو اسم كل حاجه في الصوره دي، والرقم بتاعها على الموقع بتاعهم ايه، او الكود بتاعها على الموقع ايه، علشان لو حد حب ان هو يطلب الحاجه دي. فدي هنيجي نحطها في زاويه صغيره هنا كده، لان طبعا انت بتحتاج انك تدي المشاهد او القارئ بتاعك الحريه ان هو يبص في التصميم. ودي حاجه صغيره لان بيعتبر، خلينا متفقين، 95% من الناس، 99% من الناس اللي هتقرا المجله في العادي مش هيشتروا. فمش هينفع نحطها في وش الناس كلها، تبقى حته صغيره شبه كده. نيجي نحطها هنا: فوتو كريدتس ماكسي كاساندرا اسم المصوره، والايتم نمبرز ليفت تو رايت، باج 035، هات 036، دريس 037. طبعا في العاده ما بيكتبوش باج هات مش عارف ايه، بيكتبوا اسم المنتج اللي هم عاملينه. بس احنا مش محتاجين نوصل للدرجه دي، يعني حاجه زي كده حتى لو عملتها لوريم ابسوم مش هتاثر مع التصميم بتاعك. فهنبقى عملنا الاعلان بتاعنا بالشكل ده. وهاجي على دي وممكن اديلها برضو اللون اللي احنا مستخدمينه هنا ده كده في الثلاث عناصر دول. بس انا هفضل ان انا اسيبها اسود علشان تبقى حاجه كانكر، حاجه مختلفه وكسره الثبات في الالوان اللي ما بين العناصر كلها. هتبقى هي الرقم الصفحه البسيط اللي تحت ده هو اللي هيكسر الملل في التصميم بتاعك. هنيجي من فيو، نخش على برزنتيشن مود، ونشوف الاعلان بتاعنا حاجه بسيطه بالشكل ده. خلصنا الاعلان، نبدا بقى في تصميم الصفحه اللي بعده اللي هتبقى موضوع مختلف. ده كده كان اول موضوع معانا. بقى كده الاعلان تقدر تعتبره تاني موضوع او تعتبره فاصل ما بين موضوعين. وهنبدا هنا في الموضوع التاني معانا. الفكره اللي احنا عاملينها هنا ان احنا عايزين موضوع من صفحه سنجل بيج، عايزين موضوع من صفحتين يبقى سبريد، عايزين موضوع من 3 صفحات، وبعد كده هنعمل كمان موضوعين كل واحد فيهم صفحتين. لان طبعا في اختلاف بين انت تبقى مراعي ان الموضوع هيتعمل على صفحه واحده او صفحتين او 3. عشان كده عايزين نبقى جربنا الاشكال المختلفه او عدد الصفحات المختلفه للمواضيع. فالموضوع التاني بتاعنا هيبقى سبريد، يعني وانت فاتح المجله كده قدامك هيبقوا الصفحتين دول جنب بعض على طول. دي الصوره اللي هستخدمها في كل صفحه فيهم. والموضوع بتاعنا هنا عن البرفيومز. بعدها هحط نفس العلامه اللي ثابته معانا في كل صفحه اللي هي الويب سايت بتاعنا هنا وهنا اهم. هنا اللون بتاع الويب سايت طبعا عملت له سامبل من الصوره بتاعتنا من اللون الازرق الجميل اللي هنا، التيل اللي معانا ده. وهاجي هنا واروح جاي حاطط بقى في الجزئيه الصغيره اللي هنا دي، انا مش عارف استخدمها في الموضوع بتاعي بشكل مناسب في اي حاجه ما عدا نقطه واحده كصوره للكاتبه. والجزئيه اللي تحت كالتعريف عنها: العطريه نيكولسن تحضر لنا افضل عطورها الصيفيه، مقدمه عن الموضوع. طبعا هنحتاج هنا التايتل بتاعنا. وهاجي هنا بقى واروح جاي مستخدم الجزئيه دي كمكان لتايتل وكي وورد بفونت دايدات بولد، دينه على طول كوبي بيست. طبعا فونت هنا بتاعنا كايرو، العناوين الرئيسيه مكتوبه بالفونت النبراس. وفي هنا الجزئيه بتاعتنا المعرفه عن الموضوع قبل ان نبدا نتكلم في الموضوع ذات نفسه، وهي ان انا حابب استخدم صوره ما بين التكست بتاعنا هنا. الصوره دي طبعا انا اوريدي حملتها وقصيتها في الفوتوشوب من الباك جراوند البيضه بتاعتها، وحابب ان انا احطها ما بين التكست هنا. وهحطها ما بين التكست ازاي؟ هاجي كده وهموضعها بالشكل اللي انا عايزه. انا قررت انا محتاج اديلها زاويه بالشكل ده كده شويه. واقدر بقى ان انا اجي على السطور بتاعتنا، وعلشان الكلام ما يتقطعش عندها اول حاجه هعمل لوك للصوره عشان ما تتحركش من مكانها بكماند 2 او كنترول 2. وهاجي وابدا اكبيس للسطر اللي تحت. طبعا زي ما انتم شايفين الكلام عمال يتقطع علشان تعمل الاوت لاين بتاعها، الكلمات بتاعتك ما بقتش كامله. فترجع مثلا كلمه استمتاع للسطر اللي قبلها علشان هذا ترجع للمكان بالظبط، تروح جاي مرجع من هنا كلمتين ومش عارف ايه. بس زي ما انا بقول لك دلوقتي، لو انت بتبني حاجه شبه كده البورتفوليو بتاعك الموضوع مش مستاهل وقتك
اعمل بالشكل ده كده وخلاص. صدقني الديزاين ان انت مجرد ما تحط الصوره وانت قاصصها ما بين التكست زي كده، التكست هيبدا يحرك نفسه ماشي باحسن طريقه علشان يفضل حوالين الصوره بتاعتك بمساحه معينه انت محددها. ودلوقتي نفس الكلام الجميل اللي انا عملته في الصفحه دي هنا، برضو التكست بتاعي وشويه عناصر متوزعه في النص، وطبعا مش عناصر راندم كده في اي مكان وخلاص، بالفعل جايه تبع الموضوع بتاعها. يعني الورده او البادي سبلاش او البرفيوم ده جاي في الجزئيه اللي هي بتتكلم عليه، الجزئيه اللي هو بينتمي ليها. تلاقي في الاخر معاك صفحه بالشكل ده كده. نقدر نخش على فيو برزنتيشن مود ونبص عليها. دي الصفحه اللي في الناحيه اليمين ودي الصفحه اللي على شمالها. الاتنين لما يجوا بقى يطبعوا وتبص عليهم مع بعض هتلاقيهم ماسكين في بعض بالشكل ده كده. تقدر تعملهم اصلا بالشكل ده كسبليت. ده الصفر، ده السطر ما بين الاتنين اهو. نقدر نخفي بس الحاجات دي عشان نشوف بشكل احسن. هيبقى عندك ايه، السبريد بتاعك كامل بالشكل ده. تقدر كل صفحه بعد كده انت عايز تعملها سبريد على فكره تعمل نفس الحركه دي، ان الارت بوردز يبقوا ماسكين في بعض بالشكل ده عشان يسهل الموضوع عليك. فاقدر ان انا اجي هنا امسك الارت بورد تول وعلى هنا واروح جاي شادد ده كده برضو. دلوقتي بقى السبريد اللي هنا ده عباره عن اعلان. طالما اعلان المساحه فيه واسعه بالشكل ده مش هنحتاج ان احنا نكرر العنوان مرتين، نقدر نشيل اللي في الصفحه الشمال ونخلي اللي على اليمين بس. وانا طبعا مش هسيب الاعلان فاضي بالشكل ده، هنضيف عليه بقى ايه التعديلات والشغل بتاعنا. الويب سايت بتاعنا واخد لون منين؟ الدرجه اللي احنا واخدينها هنا من البيرلز الحمراء دي. وهاجي هنا اروح جاي ضايف لاين كده مقدم او تايتل لايه هو المنتج ده. فان كليف اند اربلس، لمسه كلاسيكيه مودرن، طبعا مجوهرات فيها غلطه مطبعيه هنا. نحتاج بقى ان احنا نعمل لها سنتر الاينمنت، واروح جاي حاطط التو بادي اوف تكست دول. واحد هنا بيعرف بالمجموعه نفسها، مجموعه بريلي، ذهب وردي، ذهب اصفر، خواتم، بريسلتس، والماس. وتحت هنا الفوتو كريدتس، نفس المصوره اللي احنا استخدمنا اسمها قبل كده، مش هقعد اكتب بقى اسم مصوره جديده كل مره. والايتم بقى الاسم بتاعها والنمبر بتاعها. جميل جدا جميل جدا. كل الكلام ده بقى نيجي نبص عليه تلاقيه محطوط على الجريد بشكل مظبوط. طبعا ما عدا ان هو طالع بره المارجن بتاعنا، يعني زي ما انتم شايفين الجزئيه هنا طالعين بره الجريد. بس ده حصل علشان احنا حركنا مكان الارت بورد. هو ما كانش المفروض يبقى كده. زي ما انتم شايفين مثلا المساحه اللي هنا ما هياش زي المساحه اللي هنا، فالجريدز ديت المفروض تتحرك من مكانها علشان تساويها. واخر حاجه هنعملها نيجي نروح جايين حاطين كده التكست بتاعنا عباره عن التعريف للجزئيه دي. هي عباره عن ايه؟ مجموعه بيلي، ذهب وردي، ذهب اصفر، خواتم، بريسلتس، هكذا. وتحت الفوتو كريدتس نفس اسم المصوره اللي احنا استخدمناه من شويه عشان نقعد نطلع اسم بقى مختلف كل مره يعني. والاسم بتاع كل ايتم في الصوره والكود نمبر بتاعه عشان لو حابب انك تطلبه مثلا. هتلاقي كله محطوط ومظبوط على الجريد. ده نايم عليها اهو، وده هنا، وده كده. فمحدش يخاف مثلا من اللي هو انا عملت الاينمنت هنا على الشمال وهنا من تحت، بس من اليمين مش مظبوط في السل بتاعتي، بقت سل وحته. دي حاجه طبيعيه في الجريد يعني. محدش يقول مثلا اللي هو لازم على طول التكست بتاعي يبقى على الجريد من تحت او في السل من تحت او من فوق. عادي، دي حاجات طبيعيه طالما انت بتمشي على الجريد ومحافظ على الكونسيستنسي بتاعتك، كل حاجه معاك هتبقى تمام، فما تقلقش. ونقدر نشوف الإعلان اللي احنا عملناه. طبعا كل صفحة أو ارت بورد لوحده هنا كده. وكده نبقى خلصنا الجزء الثاني من تصميم المجلة العربية بتاعتنا. أتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو استفدتوا من الفيديو حابين تدعموني ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وبس كده.